السلام عليكم. أعلن نجم حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون اعتزال كرة القدم عن سن 45 اليوم الأربعاء، وفق ما كتبه على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي. وأورد بوفون الذي يعد من أفضل حراس المرمى في التاريخ: لقد انتهى الأمر يا أصدقائي، لقد قدمتم لي كل شيء وقدمت لكم كل شيء. وتوج بوفون مع منتخب إيطاليا بطلا لكأس العالم في 2006، وأحرز لقب الدوري الإيطالي 10 مرات مع نادي يوفنتوس. بات الكرواتي يوشو غفارديول قريبا من أن يصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، مع اقتراب رحيله عن صفوف لايبزيغ الألماني للانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي. وأصبح غفارديول على مشارف الانضمام لمانشستر سيتي الفائز بالثلاثية التاريخية: الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم مقابل 90 مليون يورو. ووفقا لتقارير إخبارية اليوم الأربعاء، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الصفقة سيتم الإعلان عنها رسميا في غضون أيام بعد أن توصل الناديان لاتفاق مبدئي. وقال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات إن غفارديول سيخضع للكشف الطبي في مان سيتي بعد غد الجمعة، إذ تم التوصل للاتفاق بشأن جميع التفاصيل النهائية بحلول ذلك الوقت. ومن المنتظر أن تتجاوز قيمة الصفقة لانتقال اللاعب الكرواتي لمانشستر سيتي مبلغ 87 الذي تكبدته خزينة مانشستر يونايتد للحصول على خدمات هاري ماغواير مدافع ليستر سيتي عام 2019، ليصبح على إثرها أغلى مدافع في العالم حاليا. وانتقل مدافع منتخب كرواتيا 21 عاما إلى لايبزيغ عام 2020 قادم من دينامو زغرب الكرواتي مقابل 18 مليون يورو، لكنه جذب اهتمام العديد من الأندية الكبرى بأوروبا عقب تألقه في نهائيات كأس العالم الماضي في قطر، حيث ساهم في حصول منتخب بلاده على المركز الثالث. ورغم عدم تأكيد إدارة لايبزيغ تلك التقارير، إلا أن الفريق استبعد غفارديول من قائمته خلال مباراته الودية ضد سينت ريندوس التي تقام في الوقت لاحق اليوم.